بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أزف الأول، مرحبا بكم في قناة شيف خالد. اليوم جبت لكم وصفة رائعة جدا، وصفة اقتصادية، وهي عبارة عن تحلية هذه مليحة في رمضان، مليحة لسهراتكم، جربوها ما راحش تندموا عليها. تحلية بذوق الليمون والقرفة، تجي رائعة وبنينة. فيديو بس كيوراهم تحلية العليت مليح مليح، تحلية القارص القرفة، تزد العلي تزد بنينة العالي اتصالات رمضان جافتو تندم مالا فلاس. وقبل ثاني بديت فيديو ندير تكتيدة في الجام، خاطر جامع كيتعاوني مليح باش تالي لا فيديو. وانا قبل ما نبداو في الفيديو ضغطوا لي على جام لانه يساعدني بزاف باش يطلع الفيديو. والان نروحوا لطريقة تحضير هذه الوصفة. انا حد بريباري لاروسا تاكي. بسم الله وعلى بركة الله. نبداو في الوصفة نتاعنا. كما راكم تشوفوا انا جبت كسرونة راح نحط فيها 400 مليلتر حليب. بسم الله. كي تسبقوا المكان كي يورد 400 مليلتر يفك نحط كاسرون تاكي. حسنا انه اساسي سكر فاني، وراح نضيف عليهم كيس سكر فانيلا مع نصف عود قرفة، هاك نصف صغار القرفة، وراح نربي عليهم لوزاز حبة ليمون. دوكا نربي يقشر ينتقصت. بسم الله. والان راح نخلطه وراح نحطه فوق النار حتى تشوفوا الحليب تاعكم بدا يغلي. دوكا صافي الكانون والثلجة ديالكم. والان في كاسرونه واحده اخرى راح نحط فيها 60 غرام سكر. بسم الله. مع 30 غرام مايزينا. كاين اذا قلت كاسرونه تاعي خمر 60 غرام سكر ما يعادل ثلث، اكد 30 غرام مايزينا ما يعادل ثلث كاس ثاني. انا حنخلطهم هكذا روايح. بسم الله. والان حنضيف عليهم جوج صفار حبات بيض هكذا نوصلني ورانا قيت ملات. بسم الله. انا حنخلط هكذا روايح. والان حنضيف نص كاس حليب اي ما يعادل 100 مليلتر هكذا، نص كاس كويفك مليلتر 100 مليلتر. راح نخلط ثاني هكذا روايح. بسم الله. والان انا جبت الحليب هذاك بعد ما غلى راح نصفيه مباشره فوق هذاك الحليب. بسم الله. كاين الزاز دقيق سوف بويف كني، وراح نخلط مباشره باش ما يتبليش البيض. بسم الله. هكذا روايه ديريكتومون باش تبوتاز ملالينيني. صدقوني واحده رائعه راهي تطلع ولا اروع. اما ثيوث ريحه تالين عليه مليح مليح. والان حنرجعهم مباشره فوق النار. كاين هنا روايه ديريكتومون سوف تبس. والان حنخلط حتى نشوف الكيمه تاعي بدات تعقد. كذا قد خلطان مع الكيمه يقول بدا تجمد. كما راكم تشوفوا الكيمه تاعنا عقدت. انا حنتفي للنار لكن كي تبقى الماء الكيمه نينو تجمد بس تسهل كانون، وراح نفرغها مباشره في ليفيرين. كتلقى ديريكتومون ليفيرين. وانا الان في ليفيرين هذا حطيت فيهم بسكوي راح نفرغ عليهم. كي تبقى الماء ليفيرين كيلو خماس نغرس البسكوي ترسو لكها. تكون واحد التحليه روعه. اما ثيو التحليه عليه مليح مليح. والان حندخلهم للثلاجه باش يبردون. كتياصل في جدير باش هذا سميضون. والان بعد ما بردت التحليه نتاعي الان حنزينها بالقرفه من الفوق. باش نضيف التحليه نينو لازم ديكورس القرفه. بسم الله. والان حنزينها بلامون ديفيلي. قصد ديكورس لامون ديفيلي ياك هنا. صدقوني راهي واحد النكهه يطلع منها ولا اروع. ريحه القرفه مع الليمون راهي دايره حاله. شوفوا لا درت كاع فيديو تنتحليا لينا سنوكات الليمون القرفه تزد العالي تزد بنينت
لعلتي صارت من رمضان وراح تروح لك واش تنون زوفتو تندم فلاس. هايليك لحقنا لنهاية الفيديو. هايليك التحلية تاعنا بذوق الليمون ونكهة القرفة رائعة جبنينة مليحة لسهرات رمضان وراح تفرحوا بها أفراد العائلة تاعكم. والآن راح نوريكم القوام تاعها باش تشوفوا. لو تسكن على كونسيستونسي كي تاس. بسم الله شوفوا تقول تجي خفيفة تجي رائعة. شوفوا ولا أروع. نتمنى منكم فعلا تجربوها. نتمنى يسولوك تجربوا. وفي الأخير نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم وإلى لقاء مع وصفات أخرى إن شاء الله. وثقلون دينير صحة فطورون صحة رمضانون وليوساتين ما يبغى ربي وحنين.